عندي واحد الأسئلة على تفضل. وضعية كرة القدم والبطولات المختلفة، سوف أطرح عليك أسئلة حولها. دعني أشارك مصطفى معزوزي الإعلامي الرياضي المعروف معنا من الجزائر. أهلا وسهلا بك مصطفى، شكرا لتواجدك معنا. لماذا الانتخابات في بلادنا حتى انتخابات الهيئات الرياضية هي الأخرى لا تخلو من الشبهات؟ كيف تابعتم اختيار صادي على رأس لافاف؟ هل هذه الانتخابات كانت نزيهة رغم أن الأستاذ عباس قال لنا باللي كل الانتخابات تاع هذه الإدارة الرياضية هي سياسية بحتة؟ مترشح واحد بمفرده، انعدام أي مشاركة لوجوه رياضية معروفة كما هو الحال في الدول الكبيرة. هل صادي حسب رأيك هو رجل المرحلة؟ اولا الاخ عبد الغني، شكرا للدعوه وتحيه للجمهور الرياضي وكل متتبعي قناه 22. تحيه اخرى ثانيه زفها لزميلي وصديقي رضا عباس. الاجابه على السؤال شكرا. تاعك، انا اولا والله غير حزين، حزين جدا على الوضعيه التي آلت بها كره القدم الجزائريه اليوم. كي نشوف الناس فرحت وراهي تتباهى بانتخاب سي وليد صادي. انا نقول لهم باللي هذا ماشي المهدي المنتظر، فهمتني؟ انا نتاسف على حاجه الاخ مهدي، وهنا على بالي بليك الاخ رضا عباسي شاطرني الراي. انا نتكلم اولا على المهزله التاريخيه، مهزله القرن سي عبد الغني، ولا ما على بالكش؟ نحن البلد الوحيد، نحن الفيدراليه الوحيده في الفيفا التي تملك 3 رؤساء لعهده واحده. لازم نطرحوا يعني الاشكاليه هنا. كيفاش يا عجب ربي بلد كره قدم يجي الوقت وين ما نقدروش نسعوا رئيس يكمل العهده تاعو تاع 4 سنوات؟ وهنا نفتح قوس. يعني انا والله غير ما كنتش نتمنى نتكلم على الانتخابات هذو، لانه هذه الانتخابات ليس في محلها. علاش ليس في محلها؟ هذا السفساف هذا ما حركش الجوامع، ما حركش الجوامع وما سرقش البنكات. اخسر انتخابات تاع العضويه تاع في الكاف، فهمتني؟ القيامه طاحت عليه. زعما شغل كي اللي في وقت الوراوه ما خسرناش انتخابات العضويه، في وقت زطشي ما خسرناش، في وقت عماره ما زطش يعني كانت حرب قذره ضد هذا الشخص لانه قريب جدا من بالماضي. وانا نعطيك اليوم الاخ باش ما يغلطك حتى واحد، الاخ عبد الغني، هذه المؤامره، هذا المخطط الخبيث مبنى مفتعل من اجل بالماضي، من اجل كسر بالماضي. انا نقولها لك لاني نزيه، وانا ما عنديش يعني ما عنديش تبل في كرشي. انا كي نشوف ياك نفس الاشخاص اللي ساندوا وليد صادي ويتهجموا على مترشح كمزيان ايغيل، يعني واحد كيما مزيان ايغيل يعني نرفضوا له الملف نتاعو. هذا مزيان ايغيل لازم نكرموه. لماذا نكرموه؟ لانه في سنوات الارهاب كان مدرب وطني مع سي مهداوي، كانوا يعملوا في ظروف استثنائيه. واليوم لجنه علي مالك يعني مفضوحه، يعني باش تقصي واحد اللي عنده شهاده جامعيه وتزكي واحد ما عنده شهاده جامعيه. وحبيت انا مصطفى معزوزي ما نعيطش وما نكسرش البلاطو وما نديرش انتفاضه. اليوم انا كما قال رضا عباس، انا ماذا بيا نفتحوا صفحه جديده، نشاطروا في الراي كما قال لك باللي في الجزائر ما كاش انتخابات الفيدراليه تعيينات. لكن كي يكونوا تعيينات لازم كما كنت تندد بتعيين زطشي، بتعيين بعماره، لازم تسعى الشجاعه والجرأه تقول ثاني هذه ما ليست انتخابات، هذه تزكيه. لكن احنا ما راناش نشوفوا هذا الشيء اليوم يعني رانا في وضعيه عندنا رئيس مزكى ولا معين، معليش ليسونسيال درك هذا يمثل الفيدراليه، والفيدراليه هذه لا تخدم لصالح الجزائر. لازم ثاني احنا نسعوا يعني كما هذيك روح المسؤوليه وروح الوطنيه نتقبلوها لان هذه الجزائر راهم كل شيء. أستاذ عباس، نتفهم انفعال مصطفى معزوزي،
لكل ما نراه من تخبط، خاصة في تسيير هذه الفيدرالية، لأنها عندها إمكانيات كبيرة، ومن المفروض أن النتائج تتبع عندما تكون هنالك إمكانيات بحجم الإمكانيات التي تسخرها الجزائر للفيدرالية الجزائرية. الكثير من المتتبعين للشأن الرياضي في بلادنا يقول لك باللي جناح معين على رأسه روراوة والإعلامي المعروف حفيظ دراجي هما اللي أقروا مخطط لإقالة كل الرؤساء اللي كانوا من قبل، والإتيان بصادي، وعدم قبول مزيان إيغيل الذي زكاه منذ قليل مصطفى معزوزي وقال باللي كان مدرب وعيب علينا نرفض ملف ترشحه لأنه جامعي، وصادي لا يحوز هذه التأهيلة. هل حسب رأيك صادي ربح بهذه النتائج بار ديفو لأنه لو بونا دو روراوا كما يقول الفرنسيون؟ شوف عبد الغني، كاين بعض النقاط شاطر فيهم خويا مصطفى معزوزي، وكاين نقاط ما شاطرش فيهم. اولا لا تشفى مليح الاخ عبد الغني. قبل ما نجي قلت لك، قبل ما نبداو في الحديث قلت لك باللي كاين هذا المنصب هذا تاع رئيس الاتحاديه مش منصب رياضي، هو منصب سياسي اكثر منه رياضي. وقلت باللي في مختلف الجمعيات الانتخابيه اللي تعاقبت على الاتحاد الجزائري لكره القدم كلها كانت تعيينات وبتزكيه من النظام، نقطه الى السطر. الان نبقاو نهضروا على الماضي وكيفاش وعلاش وكذا، الناس تتطور. اليوم او كاين شخص اللي هو صادي على راس الاتحاد الجزائري لكره القدم. انا ما نزكيش الاشخاص، ويعرفني مصطفى ويعرفني الجمهور الكروي الجزائري، ونعرف روحي قبل ما يعرفوني الناس. انا ما نزكيش الاشخاص، نزكي الكفاءات، نزكي المشروع الرياضي. اليوم حبينا نقولوا دركا بعد واش كل كيما نقولوا حنا واش عاشت الاتحاد الجزائري، نقدروا نقولوا باللي روراوه ماشي كفاءه في التسيير تاع كره القدم. انا شفنا روراوه صدى كبير على المستوى الاقليمي العربي، صدى كبير على المستوى الافريقي، صدى كبير على المستوى العالمي. ماشي راني نقولها، حتى ألذ الخصوم يقولوا باللي روراوه كفاءه كنا قادرين حنا الجزائريين نستفادوا منها في عهد حتى وين خسر هو رئيس الاتحاد الاسبق روراوه في 2017. كنا قادرين كي جا زطشي كان يستعين بخبره روراوه، لكن صار اللي صرا ولينا في جناح فلان وجناح فلان، وكل هذه الصراعات لا تخدم كره القدم الجزائريه. لا علينا. اليوم هاو كاين انسان ولا ما نقولوش شخص، كاين مكتب فيدرالي اللي يقوده وليد صادي، عنده 21 بند تعهد بالتحقيق تاعهم، بدءا ب كيما نقولوا حنا بدءا بتنظيف، نقولوا تنظيف بين قوسين بيت الاتحاد الجزائري لكره القدم، محاوله ارساء قواعد جديده اكسيتيرا اكسيتيرا. خلينا من الشعبويه. اليوم النقطه اللي ما نتفاهمش انا مع مصطفى وهو يعرف مخطط لإقالة بالماضي. علاش رانا دائما هكذا حنا، هذا مع بالماضي وهذا كونتر بالماضي، وهذا راه مع روراوه وهذا كونتر روراوه. اليوم كاين واقع، انا ما ندخلش في النيات، انا ماشي كولومبو بين قوسين، انا ما ندخلش في النيات تاع فلان وفلان. السيد هذا وليد صادي والله وربي وشاهد مانيش نزكي في حتى واحد، من اللي بدا في التصريحات تاعو الصحفيه ولا حتى التسريبات واش قال، جامي يجبد السوء بالماضي. او كونترير قال هذا بالماضي خط احمر، بالماضي مدرب. علاش لازمنا نقدسوا الاشخاص؟ ما نقدسوني روراوه وما نقدسوش ايضا بالماضي. بالماضي ما هو الا مدرب بارك الله فيه، عطى احيا، انا نقول لك احيا المنتخب الوطني بعد ما كان هذاك المنتخب راح يزول. احياء في 2019 كل الشعب الجزائري هنا وفي الخارج، حتى عندك عبد الغني في فرنسا ولا في الانجليز ولا في كندا كاع خرجوا نهللون بما انجزه بالماضي. قلنا باللي بالماضي المدرب احيا المنتخب الوطني بدليل انه راح جاب الكوب دافريك
وين في مصر، وين حنا اللي نحضروا نقولوا حنا سي اون ناسيون دو فوتبول، الوغ حنا اوني با اون ناسيون دو فوتبول. عندنا في الخزينه تاعنا قبل ما يجي بالماضي كوب دافريك وحده تاع 1990 واش نظمناها في الجزائر بثمان منتخبات. بالماضي مدرب اليوم راني نسمع في التصريحات تاع وليد صادي علانيه وخفيه وسرا وجهرا، او يقول باللي انا جيت الاولويه تاعي هو مساعده بالماضي في المهمه تاعو، الاولويه تاعي انا. هذا صادي راهو يقول باللي نمد كل الامكانيات، وزاد راح بعيد قال لهم نضاعف الامكانيات باش هذا بالماضي ينجح في المهمه تاعو، لانه دوام الاتحاد الجزائري لكرة القدم مرتبط بنتائج المنتخب الوطني، نحب ولا نكرهه. هذيك هي الصورة، هذيك هي الفيترين تاع الفوتبول الجيريان. اليوم نعطيك انا مثال، هاي كاينه لا كوب دافريك راهي جايه في 2025، بطولة افريقيا 2025. اليوم كي نشوفوا احنا المنتخب الوطني دار نتائج في هذه الدوره، هذا معناه انه الاتحاد راح يبقى. نزيدوا احنا نتاهلوا الى مونديال 2026، هذا معناه كذا. اليوم هذا صادي جاي باش يكسر بالماضي وكأن هناك علاقه، ويقول لهم مام صادي قال لهم اتركوا بالماضي وشأنه. دوك مخطط لتقصير بالماضي. انا جو فوا مال عباك بدي دخلنا في متاهات، الناس راهي تتطور وحنا اسمع هذا مع بالماضي وهذا كونتر بالماضي. لا يعاب على بالماضي، لا يعاب على المدرب الوطني، لنكن له كل الاحترام والتقدير. هو انه دخلنا في واحد المتاهات، كاين 7 جورناليست ولا 8 اللي كونتر عليا. شكون اللي كونتر عليك؟ شكون اللي كونتر عليك؟ شكون في 2019 انا عدو بالله من كلمه انا وولادي وجماعتي وكاع خرجنا برا فرحانين بالماضي. في 2023 في الكاميرون خرجنا في الدور الاول، ما عجبنيش الحال، انا ثانيك نغضب، انا ثانيك نسعف. كي ما رحناش للمونديال تاع 2022 انا ثانيك نسعف. نعترف علي بها استاذ عباس، هو ان لا كوميونيكاسيون تاع الناخب الوطني فيها قول طويل وعريض، لانه اصبح دائما في موقف الدفاع ويهاجم في الصحفيين وتناسى ابجديات ولباقه التبادل مع الطاقم الاعلامي، لانه مهم في كل المنتخبات الرياضيه في كل الدول. نعم عبد الغني من فضلك استسمعك تفضل. ونعطيك سؤال. انت سؤال يا اخي، كانال 22 راهي في فرنسا هكذا ولا لا؟ ابسوليمون صح. نسألك سؤال، فينال في اسمع لي بركه، نهائي كأس العالم 2022 شكون اللي نشط النهائي؟ يا اخي نشط النهائي فرنسا مع الارجنتين هكذا ولا لا؟ نعم. كل بلي بلاطو لا في دو لا كوب دو لا فينال دو لا كوب دو موند، لا في كلهم داروا التشكيله الاساسيه تاع المنتخب الفرنسي. لا راني غلط تقول لي راك غلط عبد الغني. لا كاينه منها. والناس ديباتاو قال اسمع ولا غير بافار هذا ولا غير يصلح دونك انت تحليلك يصب فيما قلت بالماضي ما كانش عليه ان يتنرفز لان التشكيله خرجت، وهذا شيء عادي يقوم به الاعلاميين. يا عبد الغني مباراه وديه امام السنغال خرجوا لي تشكيله، هاو كاين خاين في المنتخب تاعنا. دوك انت داكور معايا كي تقول لي بلي لا كوميونيكاسيون تاعو الي بونكال، هذا ما كان. هو مش منزه، لازم نقولوا له بلي عنده اخطاء. لا وكاينه حاجه عبد الغني، كاينه حاجه اللي راهم يمدوا له في الوذن، اللي راهم يمدوا له يهضروا يعطوا له في الكلام في وذنه. يا سي محمد يا عبد الغني ومصطفى راهو على باله وعلى بالي بلي شاطرني الامر. الشعب الجزائري كله بالماضي، الصحفيين كلهم بالماضي، ماشي بالماضي الشخصه. نعم بالماضي وزير السعاده الذي ادخل السعاده في كل بيوت الجزائريه. استاذ مصطفى من فضلك سامحني يا عباس، مصطفى من فضلك، هل ممكن ان نقول باننا دخلنا في عهد جديد لان شاب سوف يتحكم في الفيدراليه الجزائريه، لكن